لو سمحت يا انسه بعد اذن حضرتك بس معلش، ممكن تقري لي هو ده هو قايل لي ايه؟ بس عشان انا ما النظر على قدي والله. بيقول لك ان هو تعبان واول ما تصحى كلمه عشان معاه التصوير. ها اسمه ايه بقى؟ احمد سمير. ماشي، لا تتستر دنيا واخر. شكرا. انت قاعده هنا مستنيه حد؟ مش مستنيه حد؟ طب ما تقومي يا بنتي تقعدي في اي مكان عام كده بدل ما انت قاعده لوحدك حد يجي عكسك ولا حاجه، ده انا زي اخوك يعني. يعني انا بنصحك وخايف عليك وبتقولي لي امشي. ماشي ماشي يا انس، شكرا كتر الف خير. خلي بالك فلوسك ده ايه، ممكن حد يجي ينتشها ويجري. انا لسه واخد بالي وانا ماشي دلوقتي. ها؟ بتاعتي. فلوسك دي اه. بتاعتك؟ ايوه. طب على فكره انا انا كنت ماشي امشي. على فكره انا خدت بالي ان هم مش بتوعك على فكره. في واحد كان معدي دلوقتي وانا بكلمك وقعوا منه. انا لسه واخد بالي. حد عدى جنبي. يعني الفلوس دي بالله عليك بتاعتك؟ ايوه. ده هي فلوسك؟ ايوه بتاعتي، اتفضل امشي. طب كام؟ طب كام بتاعتي؟ لا كام؟ بقول لك اقسم بالله في واحد هو اللي وقعوا منه هنا. اقسم بالله هو اللي مش بتوعك. كان لو واحد وقعت كانوا منه مع كان واحد جه تاني. ياخدهم تاني، لو بس مش جاب حد. ايه؟ لو وقعت من حد كان هيجي ياخدهم. ايوه يعني مش بتوعك. لا مش هو حد، لو حد كان وقع منه كان جه حد رجع خدها تاني. طب بس هات الفلوس ده اما نعدهم ونشوفهم كام، ولو كده نقسم، احنا اولى، انا وانت اولى بدل ما يبقى لوحدك، الطمع وحش وانا اللي قايل لك عليهم على فكره. بس دي بتاعتي اصلا. لا طب كام؟ كام طيب؟ لما اقول لك كام هتفرق معاك؟ انا بقول لك الفلوس دي كام؟ حوالي 1000 جنيه باين. دول 1000 جنيه؟ اه. دول اكتر من 4000 جنيه على فكره. وعرفت منين؟ انا بقول لك انا من باين عليهم من شكل الرزمه. هاتي كده اهم. 1000 جنيه ازاي دول يعني؟ دول 1000 جنيه ازاي؟ الفلوس ده معايا اصلا. عليكم السلام. دول فلوسك يا باشا؟ شفت صاحب الفلوس كانت بتقول انها بتاعتهم. لا فلوس حسبي الله ونعم الوكيل. زي ما هم ما حدوش. دي بتاعتي انا. لا دي فلوس. بقول لك وقعوا من الشاب. وعين مني وانا بعدي ما اعرفش انا بس. كانت عماله تقول لي هاخدهم وبتوعي. لا هو قال لي نقسمهم سوا والحاجات دي. لا بتوع فلوس زي ما هم. حبيبي يا برنس حبيبي. زي ما هم 5000 جنيه. 5000 جنيه لما تلاقي حاجه مش بتاعتك ما تكذبيش. النبي عليه الصلاه والسلام كان صادق امين. انت مسلمه؟ ايوه. طب خلاص بقى اتقي الله. رسالتنا من الفيديو ده إن الحرام ما بيدومش، والجنيه الحلال خير من مليون جنيه حرام، وبيكون فيه الرزق والبركة ورضا ربنا عز وجل.